تصدقوا المانجا بقت ارخص من البطاطس؟ الحمد لله، طبعا كلنا بنحبها وده الموسم بتاعها. النهارده هنعمل وصفتين احلى من بعض، الترند الجديد اللي مكسر الدنيا، وهقول لك رايي فيه بصراحه في نهايه الحلقه. واحلى واجمل والذ ايس كريم مانجو ممكن تاكلوه في حياتكم، يرطب على القلب في الحر ده. يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. جبت 3 حبات من المانجا السكري كبار، قشرتهم وقطعتهم وخدت اللحم بس، وزنته على الميزان 500 جرام وزياده حاجه بسيطه، يعني نص كيلو وزياده، يعني جرامات بسيطه. دخلتهم على التفريز، لازم المانجا تكون ساقعه ومتلجه جدا. ضفتها بقى في الكبه او الخلاط، وعليها نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، نص كوبايه من الحليب المتلج جدا، وضربتين 3. السكر هنا بضيفه بالتدريج، وينفع عسل ابيض عشان ما تجزعش منك، لان المانجا اليومين دول في السوق مسكره قوي وحلوه، فضيفي بالتدريج ودوقي. فضفت حوالي من 3 ل 4 معالق كبار من السكر البودر، شرط يكون بودر. بعد لما تضربيها بتلاقي لونها يفتح معاكي بسبب الكريم شانتيه، فبتضيفي شعره بسيطه خالص من اللون الاصفر الغذائي، جل او بودر، واضربي. هيديكي بقى اللون الاورنج الخطير والقوام الكريمي ده. هنزل بقى بكميه ايس كريم المانجا في العلبه، واغطيها كده بغطا محكم بعد ما اسويها كده، وادخلها على التفريز. لازم تتغطى كويس عشان ما تكرفش من اي حاجه من الفريزر. وكده احلى ايس كريم مانجا في الدنيا، سريع جدا وطعمه تحفه. نخش بقى على الوصفه التانية، الترند وحلويات ومسكرات الترند. جبت حبيتين من المانجا السكري، بس شرط تكون ناشفه، ينفع النعوم برضو بتكون حلوه. بلاش تفتحيها من فوق، ودي نصيحه مني، تتهري منك وهتلاقيها بقى نزلت العصاره اللي بتكون فيها، فالطريقه دي ما حبيتهاش. حبيت الطريقه اللي من النص، بعد لما جربتها كانت سهله، وتسلكي البذره كده بشويش عشان نحافظ على اللحم اللي بيكون في المانجا. يا سلام بقى لو جبتيها اكبر من كده هتكون احلى واحلى، لكن الحجم ده مش هيقول لا يعني. بدات بقى اجيب الايس كريم اي نوع تفضلوه، فراوله، فانيليا، بس حبيتها اكتر بالفانيليا. كبسي كده بالمعلقه، بظهر المعلقه، ما تسيبيش فراغات الايس كريم. وبعد كده بعد لما بنعبي اجزاء المانجا بننضف كده حواليها، عشان لما نيجي نقطعها حلقات يكون شكلها حلو. شايفين؟ طبعا انا بدات لكم بحبتين من المانجا، حابه تزودي زي ما انت عاوزه، انا بس حبيت اوريكي الفكره، وهقول لك رايي في الترند ده في اخر الحلقه. طبعا هو مشهور جدا وعليه كميه مشاهدات رهيبه، قلت بقى جربه، يعني يا جت عليا. هنساوي كده وننضف بالمعلقه، ونجيب علبه ونضيف الاجزاء المانجا بالشكل ده لفوق، وبعد كده على الفريزر ونقطعها مع بعض. جبت بقى القشاره او السكينه، وتمسكي كل جزء كده من المانجا بعد لما اتجمدت، خرجتها من الفريزر طبعا، ونقشر على خفيف خالص. دي اول طريقه في التقطيع، ودي الطريقه التانية. بالنسبه لي الطريقه التانية دي احلى واريح كتير. شايفين بقى؟ عاوزه اقول لكم الترند ده لازم تجربوا، ويرطب كده على القلب. طبعا هو السكر الطبيعي اللي بيكون في المانجا والمزازه الجميله مع التسكيره بتاعت الايس كريم، الميكس ده كان حلو. وكمان زي ما انتم شايفين هي غير مكلفه، طبيعيه جدا وصحيه اكتر بالنسبه لي، ما فيهاش نسبه سكر كبيره غير السكر بتاع المانجا، والايس كريم طبعا بسيط. فانا عاوزاكم تجربوها. ايس كريم المانجا حبيت اضيفه في الليمونات، طبعا ما كانش ماسك نفسه، طبعا هو لازم يقعد ليله كامله عشان الجو حر، لكن الولاد اتسربعوا وقالوا لي هنطلعه، فطلعته بعد 6 ساعات. هو كان لازم يقعد شويه، بس عاوزه اقول لكم كريمي وتحفه وندوق خطير. جربوا وصفات النهارده هتعجبكم، واللي في الكوبايات اللي هناك دول ميلك تشيك المانجو يا جماعه، منعش وتحفه على طريقه الكافيهات. عملته في نفس الحلقه، بس انا حسيت ان هي هتطول. الوصفه بتاعته موجوده على الصفحه، جربوا الوصفات وبعتولي.